لا مشكلة أن تضع السمن والعسل على طبق الإنجليز، ولكن ضع بعضا منها على الطبق الذي يأكل منه المصريون. لا مشكلة أن تعشق إليزابيث، ولا مشكلة أن تحب الأنفيلد ومن فيه، ولكن ضع القليل من المشاعر المحروقة بالزيت والنار على فؤاد الأم مصر. صلاح الليفر ليس محمد مصر. هناك في إنجلترا يمنح الشعار مقدساته ويركض حتى تكاد قدميه أن تنفجر تحت تصفيق الإنجليز، بينما يتعامل مع المنتخب وكأنه زوجة والده الأخرى مقارنة بوالدته. الجماهير المصرية تريد أن تشتم رائحة صلاح الإنجليز، ولكن كالعادة يبقى في حالة الطيران خارج الخدمة. في مباراة غانا بسبب بعض الانزعاجات غادر صلاح الملعب رغم القدرة على الاستمرار حتى نهاية الشوط الأول، ورب ضارة نافعة. تحرر اللاعبين وأصبح المنتخب المصري يلعب أفضل بعد خروجه. تألق ميسي مع برشلونة، ومع ذلك لم يعترف به أهل الأرجنتين إلا عندما جلب لهم الكوبا أمريكا، ولم يقارنوه بمارادونا إلا عندما حقق لهم المونديال. كذلك الأمر مع صلاح. لن يتذكرك المصريين أبدا طالما تتخاذل معهم، دائما الرقم واحد هو أبو تريكة. أما صلاح فمكانه محدود بين أقطار ليفربول وتحت مظلة يورجين كلوب فقط. قميص المنتخب المصري ثقيل جدا، وكاهل صلاح لم يستطع حمله. توقعنا جميعا أن يكون هو ربان السفينة التي ستعود بالبطولة من أدغال إفريقيا نهاية البطولة، لكنه كان الربان الذي سيعود إلى بلاده قبل الجميع. فالبطولة والكأس تريد رجالا يحبون الوطن كحب الأولاد، ومحمد صلاح لن يستطيع أن يكون كذلك أبدا. التاريخ لن يرحم أحد. الإنجليز وحدهم من سيتذكرك يا صلاح، أما أهل مصر فالفرعون الأول والأخير هو فخر العرب الحقيقي محمد أبو تريكة. صلاح ليس فرعوني، لم يكن يوما من أصل رمسيس، ولا ينتمي إلى سلالة خوفو وخفرع. صلاح وكأنه ولد بجينات بريطانية من أحفاد إليزابيث.